السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى الفيديو يلقاكم على خير. اول حاجه كنرحب بالجميع في الصفحه ديالي، صفحه غزلان تاونات، وصفات بسيطه ومتنوعه، ومن ضمن هاد الوصفات غادي نشارك معكم هاد اللاطه. بارك عليكم من المرقه والطواجن، وجربوا ليا، ولا من الضروري تجربوا ليا هاد اللاطه هذه بهاد الجنيوحات وبهاد الخضيره. هاد اللاطه كتكون عندي مطيشه قشورها، من بعد ما كتغسل بطبيعه الحال كتنقى كنقطعها على شكل طولي كما كتشوفوا، ولا على شكل اصابع. عندي البصله ايضا حتى هي كتقطع، ونحاولوا نديروا الخضيره ديالنا في نفس الحجم حتى هي كتقطع كما كتشوفوا، ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه بزاف. انا درت 2 حبات ديال المطيشه كبار و2 حبات ديال البصله حتى هما كبار. البطاطا حتى هي، البطاطا ما نخليوهاش غليظه بزاف كما كتشوفوا الحجم ديال الاصابع ديال البطاطا. وبطبيعه الحال كل ما كثرنا الخضر كنكثروا الجنيوحات. الجنيوحات كاين من بعد ما كنجيبوهم كنغسلوهم كنرقدوهم في الملحه والحامض وشويه ديال السكنجبير، وكنخليهم واحد ساعتين ولا ليله كامله. في الصباح كيتغسلوا مزيان وكيستقطروا، وعاد كنستعملوهم كما شفتوا معايا: الثومه، الملحه، الفلفله حمراء، الابزار، قزبور، حبوب مطحون، شويه ديال الكمون والزعتر اللي هو ضروري في هذه الوصفه. هنا كان عليا ندير الصوجه، نسيتها حتى الاخر عاد درتها. الزيت وكاس ديال العنبه ديال الماء صافي. كنخلط ولا كنشرمل ولا كنتبل داك الشرمول داك الخضر مع الجنيوحات ديالي. دابا عاد زيت الصوجه وكنطلعها للفران مباشره. كنديرها من التحت، ما كنديرهاش من الفوق. كناخذ واحد الملعقه تكون مسطحه وكنجلس قدامها كتحمر من الفوق، وكنعاود نقلب الخضيره ونقلب الجنيوحات ونسد الفران عاوتاني، ونعاود نفس العمليه ونبقى معاها حتى كنحصل على هاد التلبينه وعلى هاد التحميره. الخضيره طيبه. من قبل قالت لي واحد الاخت بلي البطاطا ما كطيبش. ما يمكنش البطاطا ما يمكنش البطاطا ما طيبش. كيبقى اختلاف في الطريقه ديال الطياب. كما كتشوفوا معايا البطاطا طايبه 100%، واحد التلبينه وواحد المذاق كيجي فيها. كما قلت لكم من الضروري تجربوها، وبالصحه والراحه، وما تبخلوش عليا من تشجيعاتكم.